للمرة الثالثة على التوالي وفي وقت قصير جدا الحلم بيقف عند نفس المحطة وعند نفس الأسماء: السنغال. ولكن خلينا متفقين انك عملت بطولة ناجحة جدا. مفيش بني ادم كان متوقع انك هتوصل اصلا لنص النهائي، اصلا بعد كمية الاخفاقات اللي حصلت في الايام والشهور اللي فاتت، من منتخب اسامة نبيه لمنتخب حلم طولان لفشل الكرة المصرية وبطولة الدوري والرابطة وكل حاجة سعادتك. فانت بقى سايب كل ده وبتقول هو ازاي حسام حسن يلعب دفاع بس قصاد السنغال؟ يا راجل، تاني اقوى فرقة في البطولة اصلا وفي افريقيا، وازاي يخسر منها؟ ازاي؟ مش فاهم. تعال انا افهمك. لازم تفهم ان هو ده السقف، هي دي القماشة، مش تقصير من اللعيبة ولا من الجهاز الفني، ده واقع كورة. واقع كورة محتاج اعادة بناء من الاساس. عارف اننا قدمنا مباراة سيئة قدام السنغال، وانا معترض على كلمة سيئة دي، وهنرجع نتكلم في تفاصيلها في فيديوهات جاية ان شاء الله، ولكن هي دي اقصى حاجة تقدر تقدمها. ببساطة انت عندك 2 محترفين، هم عندهم 26 واحد محترف من اصل 28، فانت متفاهم الفرق يعني. وانا اصلا عارف ان مش بس خروجه من بطولة، ده احساس بالعجز لثالث مرة بتخسر من السنغال على التوالي. عارف ان ده احساس بالعجز، انك عملت كل حاجة وعافرت، وبالرغم من كده برضه خسرت في الاخر النتيجة واحدة. وبالرغم من الخسارة الا انها كانت متوقعة وسط الظروف اللي بنعيشها في الكرة المصرية، لازم تبقى على ارض الواقع يعني. بس وسط كل الوجع ده لازم نقف ونبص للصورة كاملة من منظور بعيد شوية. هو حسام حسن حاليا مدير فني منتخب مصر في كاس العالم ولا لأ؟ من وجهة نظري حسام حسن اثبت للكل انه مش مدير فني بيلعب بالروح والجرينتا وشكرا زي ما كل الناس بتقول. لا، الراجل اثبت للكل انه عنده فكر وبيذاكر المنافس كويس، وبيعرف يلعب الفرق الضعيفة باسلوب لعب، وبيعرف يلعب الفرق القوية باسلوب لعب مختلف تماما، زي ما لعبنا جنوب افريقيا وزي ما لعبنا كوت ديفوار والسنغال. لان برضو انا مش شايف ان لعبنا ماتش وحش خالص، ومش متفق مع الموجة اللي بتحصل دي. كل واحد عنده وجهة نظر، ودي وجهة نظري. لازم تعرف ان حسام حسن حول الخلاف والنقاش اللي كان بيحصل قبل كده بينه وبين محمد صلاح، اللي لو تفتكر كان الدنيا كلها بتقول انه متخانقين مع بعض ومش هيتكلموا مع بعض. فاكر يا صديقي ولا نسيت؟ اهو حسام حسن بقى خلى محمد صلاح بنفسه يطلع يقول في المؤتمر الصحفي ان ده احسن معسكر في حياته. خلى تصريح زي ان احنا عندنا 2 محترفين وربع وازمة كانت هتحصل في المنتخب لنكتة، وانه افضل لاعب في العالم يطلع يقول ويضحك مع اللعيبة يقول لا احنا 3/4. حسام حسن هو اللي رجع امام عاشور واداله ثقته بنفسه من تاني بعد ما كان بعيد جدا وقعد اكتر من 4 شهور ما بيلعبش. حسام حسن هو اللي رجع احمد فتوح للحياة ووثق فيه بالرغم انه بعيد جدا وما بيلعبش اصلا في الزمالك. وانا متفق معاك، لولا اصابة احمد حمدي بالرباط الصليبي فتوح ما كانش هيلعب، ولكن برضه يتحسب له ان هو رجعه من تاني ووقفه على رجله. وده الوقت اللي حلم طولان نفسه رفض ان هم يروحوا مع البطولة العربية وقال عليهم ان هم مش جاهزين، مع ان هو اللي نفسه اللي قال ان دي بطولة ودية فعادي احنا عايزين نروح نجهزهم اصلا. فانا متفاهم ان هم مش جاهزين، فلما بقى يبقوا جاهزين يبقى لازم ندي حسام حسن حقه ان هو اللي جهزهم. وطبعا مش هننسى الشناوي وحسام عبد المجيد وصلاح محسن وحمدي فتحي وناس كتير قوي سعادتك، ناس كتير وثق فيهم حسام حسن رغم الاداء السيء اللي كانوا بيقدموه، وخصوصا الشناوي نفسه. تعالوا بقى نسيب كل الكلام ده على جنب ونتكلم شوية احصائيات وبالارقام ونسيبنا من العاطفة خالص. حسام حسن لعب 26 مباراة رسمية، 16 فوز، 6 تعادلات و4 هزايم، منهم 2 وديتين والسنغال ونيجيريا في نص نهائي افريقيا. اعرف مدربين بيقولوا على نفسهم جامدين جدا عشان كسبوا بطولة افريقيا مع الاهلي، ولما مسكوا منتخب مصر ما كسبوش ماتشين على بعض. المهم نرجع لموضوعنا، بلاش الاهلي دلوقتي،
نرجع لحسام حسن. منتخب مصر مع حسام حسن سجل حوالي 39 هدف، يعني منتخب بيهاجم، مش منتخب واقف يستنى. ردا على كل الناس اللي بتقول ان منتخب مصر بيلعب دفاع بس، احب اقولك ان معدل اهدافك اكتر من الماتشات اللي انت لعبتها. تمام؟ وارجع وافكرك يا صديقي، كيروش اللي عمل طفرة ووصلك للنهائي من كام سنة كان بيتعادل بس وبيلعب ضربات جزاء. وابقى اسأل ابو جبل. تمام؟ الارقام دي تقول لك ايه؟ بتقول ان في هويه، في شغل فني، في مدرب فاهم هو بيعمل ايه، مش نازل راكن الاتوبيس وخلاص، لا، هو فاهم هو بيعمل ايه. ماتش كوت ديفوار خير دليل. ممكن تختلف على النتيجه بتاعت السنغال، نزعل من الخروج ونزعل من العقده بتاعت السنغال اصلا لثالث مره على التوالي، بس مستحيل تنكر ان منتخب مصر تحت قياده حسام حسن انه بقى منتخب صعب، منتخب غلس زي ما احنا بتقول. وعشان كده المنطق بيقول ان استمرارية حسام حسن مش رفاهية. مفيش حاجة نطلع نقول يا جماعة هو حسام حسن لازم دلوقتي يمشي علشان احنا بنلعب دفاع. هو انت اصلا ما عندكش فكرة تانية تلعبها، ما عندكش حاجة تانية. كل اللي اتبنى في سنتين ما ينفعش يتهد في لحظة احباط، وانا مش شايف ان هي مش احباط، ده واقع. انت نص نهائي كاس افريقيا ده بالنسبة لك افضل شيء تقدر توصل له. والارقام مش بتكذب، حسام حسن ارقامه بتقول ان هو مش مجرد اسم كبير وخلاص، لا، مدير فني بيعرف يلعب كويس جدا، عنده فكر بينفذه وبيمشي بالمنتخب خطوة بخطوة، وفي لسه قدامه طريق طويل لسه مخلصش.